السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكم في قناة أفنان في البيت. وحشوني جدا جدا جدا. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله. والنهارده كده معايا فلوج كده جميل. انا خرجت الساعة من اول الصبح لحد الساعة كام، لحد الساعة 10. كنت بشتري كده شوية حاجات، وبقدر الامكان حاولت ان انا اشتري حاجات بس اللي انا عايزاه، عشان طبعا انا ما ببظرش في الفلوس وكده. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنزل لكم انا اشتريت ايه بالظبط وعملت ايه في يومي كده. اشتريت كده حاجات بسيطه بقى، ان شاء الله هوريها لكم في الفيديو. انا هنا كده كنت في مصر، ركبت العربيه وكنت مروحه. ساعتها روحت بقى، ما طلعتش على بيتي، طلعت على بقى اهلي وكده. وانا كده كنت بفرجكم على الطريق، ولكن بقى في اخر الفيديو هفرجكم كده على الطريق بالراحه خالص. انا هنا بس كنت حبيت ان انا احط لكم الطريق في الاول، علشان ايه، كنظام مقدمه، وان كنت ايه، يعني ارحب بكم في اول مقدمه وكده. تمام. يا رب يا جماعه تكونوا مبسوطين من فيديوهاتي، وانا بجد بحاشا ان كل يوم انزل لكم الفيديو. تمام. انا كده هنا كده كنت صحيت، فطرت، عملت بطاطس وسمبوسه وفول وجبنه كيري. انا حقيقي الجبنه الكيري دي بتتباع عندنا بالربع وبالثمن وبالنص وكل حاجه. تمام. وبعدين دخلت كده عملت صينيه مكرونه بشاميل. طبعا لو يا بنات لو عايزين اي طريقه اكل انا بعملها، تكتبوا لي تحت في الكومنتات، علشان ايه ان شاء الله انزل لكم الوصفه بالتفصيل. اما هنا هطول كده بنجز معاكم علشان ما تزهقوش مني. تمام. بس النتيجه فعلا بتطلع روعه، وفي تكات وفي حركات. ان شاء الله لو طلبتوها مني هنزلها لكم بالتفصيل الممل. انا هنا طبعا بضغط المكرونه علشان ايه، تبدا كده تطلع قطع كل قطعه بقطعه. ما تنسوش بقى الاستغفار والحوكله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين كده شكل البشاميل عامل ازاي؟ كنت عملت ورق عنب. تمام. وفراخ في الفرن. والصراحه الطريقه دي فكرني بنات الفيديو اللي فات لما انا خزنت الفراخ في التلاجة بالتتبيله دي. هي طلعت من الفراخ في التلاجة وكل حاجه طالما جاهزه في التلاجة تبقى جميله قوي. ساعتها كنت انا عملت شوربه لسان عصفور وخلصناها، كنت بوريكم. ايه بقى دي، على طول بطلع من التلاجة او من الفريزر وعلى طول احط في صينيه وادخله في الفرن. طالما مثلا عندي اكلات كتيره كده، حتى اللحمه المفرومه اساسا في اليوم ده يعتبر ما تعبتش، مع اني عملت كذا صنف مكرونه، وعملت ورق عنب، وعملت فراخ في الفرن. الفراخ عندي جاهزه يا دوب طلعتها حطيتها على طول تحت في الفرن يعني يا بنات. وبعدين رحت طلعت المكرونه بشاميل، كنت انا عامله ايه، اللحمه المفرومه. هنا كان تاني يوم في الاكل، عملت ساعتها ايه، كباب حله ورز وبسله. وطبعا المربى اللي انا مزهقاكم منها بلا 3 فيديوهات كده ولا حاجه. انا هنا كده على فكره دلوقتي حالا واقفه في الشارع عامله اسجل في فيديوهات. تمام. انا كده اعتقد دي حله ايه، اعتقد دي حله لسان عصفور. انا عندي ابو مالك بيحب اللسان العصفور، فلازم كل يوم بعمله كده طبق لسان عصفور حلو على الاكل. انا دلوقتي زي ما قلت لكم يا بنات انا واقفه في الشارع عند اهلي، قاعده بسجل لكم كده فيديو، حتى تلاقيني نفسي مخطوف شويه عشان بتمشى. وانا كباب الحله بديله وصفه على جمال جهات. وبرده يا بنات لو عايزين الطريقه بالتفصيل اكتبوا تحت في الكومنتات. هي الحمد لله فضل ربنا ونعم عليا، ابو مالك بيحب اكلي جدا. طبعا بقى كنا مجهزه معايا البصل والطماطم والفلفل والحبهان واللوري. طبعا بقى الملح والفلفل الاسمر وسبع بهارات والكمون والكزبره. هو بس دي الحاجات اللي بحطها. تمام. طبعا الفلفل والبصل والطماطم بحطها معايا عشان تاخد تشويح على كل الجهات. كده خلاص خدت التشويحه وخدت اللون الجميل ده، البني الغامق الجميل ده. طبعا بالفلفل الاسمر انا كنت بجهز الميه معايا، علشان اول ما بحط البصل والطماطم والفلفل بيتشوحوا على طول بنزل بالميه. طبعا في ناس بتحط او في بنات بتحط كل كوبايه، يعني كل عشان تطلع كام حله مظبوط. لكن انا بحط الميه كلها مره واحده وبس اسهل، وفي نفس الوقت بتطلع طعمها جميل قوي. ان الكيكه ده اصلا كل شويه شوربه هتنشف منك وتروحي تزودي لها. طبعا لازم تكوني انتي متابعاهم ومبشراها اول باول. تمام. ادي الخضار اتحطوا كمان، لو حابه هتحطي بطاطس كوسه، حابه مثلا تعملي كده بوكيه جرنيه يبقى جميل قوي.
تاكل ايه لوكا؟ ماشي حلو. طبعا حبان اهو برضو بيدي كده طعمه جميل. فلفل ولا راودي قصدي، وبابريكا. نزلي. نقلب كويس قوي لحد ما كل التوابل تدخل في بعض. خلاص بعد كده ونشوح كويس قوي. بعد كده نحط الميه. تعالي يا ملك هنا. هنا كده كنت عامله فطار طعميه بالجبنه الكيري. لو برضو عايزين الطريقه اكتبولي تحت في الكومنتات. دي كانت طعميه كده فايده منها. وهنا كده الشوربه غلت خلاص. بزود لها تاني كل ما تنقص شويه بزود لها، احسن ايه اسهل عنها ولا حاجه وتنشف مني. والرز عندي اهو تمام. حقيقي بقى الشوربه بتاعت الكباب الحله دي كانت جميله قوي. كنت بسقي منها كانت بتدي دسامه. هنا كده رحت عند اختي طبيت عليهم كده في مره واحده، ورحت عملت لهم احلى كفته، صبعتها وعملت التتبيله. برضه يا بنات لو عايزين الطريقه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اوكي. ساعتها عملنا رز وكفته وباميه وملوخيه وسلطه. الحمد لله ساعدتها. ادعوا لها بقى بتنقل. وبس كده يا بنات، شايفين صباع الكفته طالع جميل ازاي. ست عملنا كده الكميه دي اللهم بارك. وهتساعد بنت اختي هي اللي بتصورني. عايزه مالك مالك. طبعا انا هنا بقول لكم عايزين تطلعوا مثلا الصباع الكفته حجمه كده متوسط صغير كبير، انتوا شأنك تمام او انتوا مزاجك. بس كده كنا خلصت الكميه كلها. تعالي هنا. سيدا الغدا اهو. تعالي يا مالك. تعالي يا حبيب ماما. ده كان منظر الاكل. بس خلاص بقى كده نزلت من عندها وروحنا. وبس كده يا بنات انا هحكي كده بقى الفيديو لحد ما نخلص خالص. انتوا عايزين تتفرجوا على الطريق براحتكم، عايزين تتعرفوا على الفيوم براحتكم. لحد هنا وهقولكم شكرا على متابعتكم معايا. وبس كده مع السلامه يا احلى بنات. لا طب ما تصور. جرب جديد. انا بتفرج بس مش عارفه جنبه. الله شوفوا ماشي. عايز جنبه؟ لا انا مش عاوزه. هو عايز يقف هنا. يقف هنا. اوكي. طب هاتي انا خلاص بقى. وعايز يقف هنا وعايز يرقص. بس انا وحيد رجلي محدش يضايقه. يا مالك والله ما بعمل له حاجه.
ولا كويس انه فتح الطريق اهو. كده بيريح عشان ينام بقى.
Ada apa? Mami.